السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة هنعمل وجبات سريعة جدا، هنعمل وجبتين أطباق السعادة. هنعملها بطريقة سهلة ومميزة، تنفع للفطار وتنفع للعشاء. يلا يا حبايبي، بس ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة، وشكرا على كل اللي حطلي لايك واشترك لي في القناة. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف أول طبق معانا هنعمله ازاي. هنا عندي بتنجلاية انا مقشراها كويس جدا وهقطعها مكعبات. انت لو عايزه تعملي كيلو تعملي نص كيلو، والكميه اللي انت عايزاها حسب افراد ايه اسرتك. احنا هنقطعها كده وبعد كده هقطعها مكعبات. من الوصفات السهله اللي على طول تعمليها ومش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق. وهنقطعها مكعبات بالطريقة دي، وهنخلص ايه الكمية بتاعتنا. خلاص قطعنا ايه البتنجان. هنا بقى لو عندك بقى فلفل احمر وفلفل اخضر هنحط عليها ايه، هنقطعها بنفس الطريقة. هنعملها مكعبات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اي فلفل عندك حطي. وخلاص كده قطعنا الفلفل بتاعنا وخلصنا كده البتنجان. وهنا بقى معلقتين توم مهروسين، على ايه معلقه من الكمون ومعلقه من الخل، الدقه اللي احنا هنعملها لطبق البتنجان بتاعنا. وخلاص. وانا هنا كان عندي فلفل احمر واخضر سبايسي، اللي بيحب الحاجه ايه حراقه يحطه، لو عايز تستغنى عنها استغني. هنا جبت طاسة بقى على النار ومعلقة زيت على معلقة من السمنة، وهنشوح البتنجان بتاعنا ده يا حبايبي لحد ايه ما اللون بتاعه يديني اللون ايه الاحمر الجميل. وهنشوح كده، واحنا بنشوحه هنغطيه بحيث البخار بتاعي يسوي ايه البتنجان بتاعي. وكده ده هيساعدني. خلاص كده هنزل بقى بالفلفل اللي انا مقطعاه، الفلفل الاحمر والاخضر، وهنشوحه بالطريقة دي. وبعد كده هنزل بقى ايه بالفلفل، قرن الفلفل الحراق الاخضر، وعندي فلفل احمر واخضر برضو. وبعد كده هنزل بايه بالدقة اللي انا عاملاها دي، معلقة من التوم. والريحة طلعت جميلة جدا. الدقة دي يا حبايبي بتودي الطبق في حتة تانية خالص. وخلاص كده بعد التوم ما ريحته طلعت والدقة بتاعتي دي بقت جميلة كده، خلاص جهز الطبق بتاعي. يلا بقى نظبط الملح بتاعنا ونقدمه وبالهنا والشفا. وخلاص كده بعد ما احنا قدمناه في الطبق، وجبة جميلة جدا. قدميها بقى في الفطار وفي العشاء، هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله تحفة. هنزل هنا بقى بمعلقتين من الطحينة. وخلاص كده قدمنا اول طبق معانا وبالهنا والشفا. نشوف الطبق بتاعنا التاني هنعمله ازاي. اول حاجة هنا معايا فلفل الوان اخضر واحمر، وهنا حبايتين من الطماطم، وهنا حبة من جبنة الموزاريلا وبصلة، وهنا عندي المادة الدهنية زيت، وهنا 3 بيضات. يلا نعمل احلى طبق بيض تركي ينفع للفطار او العشاء. هنزل بالمادة الدهنية بتاعتي، وبعد ما ايه السمنة تسخن هنزل بايه بالبصلة اللي انا فرماها. وهنقلب البصلة كده لحد ايه ما تديني اللون الذهبي الجميل. هنشوح كده بالطريقة دي. خلاص بعد ما عطتني اللون ده وشوحت هنزل بالفلفل بتاعنا اخضر واحمر، ولو عايزة قرن فلفل سبايس كده حطيه. وهنزل بالتوابل بتاعتي بقى فلفل اسمر بابريكا، وعندي الكمون والملح. وهنقلب كله ده. اول ما ريحة التوابل بتاعتي بقى تطلع الجميلة دي، بسم الله ما شاء الله ريحتها طلعت، هنزل بقى ايه الطماطم بتاعتي اللي انا مقطعاها مكعبات، وهنسيبهم كلهم كده لمدة دقيقتين. وخلاص شايفينهم بالطريقة دي. هنزل بقى بالبيض بتاعي انا مقطعاه نصين، وهنبدأ نرص البيض بتاعنا في الطبق الجميل اللذيذ بتاعنا ده.
احلى طبق بيض هتاكلوه وبالهنا والشفا. هنزل بقى بايه؟ بحبة الجبنة الموتزاريلا. لو مش متاحة عندك خلاص هو كده الطبق بتاعنا جاهز. وخلاص هنغطيه بقى لحد الجبنة بتاعتنا مسيح، ويبقى كده احلى طبق بيض تركي عملناه. ينفع برضو للفطار وايه للعشاء. بسم الله ما شاء الله. واستنوني يا حبايبي لو عجبكم الوصفات بتاعتي، استنوني في فيديوهات كتير.